واخيرا الجردل اللي بنشوفه في كل الفيديوهات بتاع الاجانب والصينيين وصل لمصر، ومش اي حد، ده جردل من شركة الخلود. يعني هتلاقوا اجود واعلى خامة. طبعا بيجيلنا معاه 2 غيار، والغيار بيكون مربع لان الجردل تصميمه مختلف خالص. يعني لاول مرة هتشوفوه. في كمان طريقة عزل المية اللي بتتوسخ بتتعزل عن المية النظيفة اللي بنمسح بيها. الفرشة دي للتنظيف عشان تشيل اي وبر، اي شعر، اي زيادات في الارض. الجزء ده ممكن نشيله خالص ونحط المية من هنا من فوق، او ممكن نحطها من تحت. بيجيلك معاه شهادة الضمان الخاصة بشركة الخلود. السكوتش بتاعه سكوتش بلاستيك بيركب بمنتهى السهولة. تقريبا ده اسهل جردل انا ركبته، سهل جدا، سلس قوي. اليد كمان بتاعته بتطول وبتقصر عادي جدا، وده شكله انسيابي ما بياخدش مكان. كل اللي انتي محتاجاه 1.5 لتر ميه تحطيه بس في المكان ده، وتحطي المنظف بتاعك، سواء هتحطيه من الفتحه اللي فوق او هتحطيه من الجزء ده زي ما انتي عايزه. بس في الجزء ده بس هنحط بالظبط 1.600 مللي ميه في الجزء ده. بعد كده بركب الكفر بتاعه كده، هو جاهز معايا. انا عايزه اقول لكم اكتر حاجه يا جماعه عجبتني فيه ثبات الهاند على الارض. تحسي زي ما يكون فيها ماجنتيك بتشدها، الارض ثابته جدا، ثابته. وسرعه الامتصاص، بصوا الميه او العصير والحاجه اللي كانت مدلوقه على الارض اصلا قد ايه، والميه كانت كتير، وكلها الغيار امتصاها بالكامل. حتى لون الدواير غير ازاي. مينفعش ابدا تنظيف واليد تكون مقفوله، لازم تكون مفتوحه عشان تلف معايا كده وتنضف بطريقه كويسه جدا. ولما تنضف كويس قوي، العلامتين المدورين اللي فوق دول هتلاقوا لونهم اتغير. بصوا بقى عزل الميه كده، الميه اللي معايا النظيفه والميه المتوسخه هي اللي في جنب تحت. ولو حبيت ازود ميه نظيفه تاني عادي براحتك خالص، هي سهله وسلسه جدا. تعملي بيها بقى الارضيات، تحت الكنب، تحت اي حاجه، هي سهله جدا. احلى حاجه فيها بقى للناس وسواس النظافه ان انتي شغاله بميه نظيفه بس، عكس فكره اي جردل تاني مهما كان ايه. بصوا بقى العزل بتاع الميه اللي اتوسخت تحت، والميه اللي انا بستخدمها وبمسح بيها الارض بصوا نضيفه ازاي. فالارض مستحيل ان هي تغير معايا. كمان الضغط بتاع الكفر بتاع الهاند ده بيشد معاه اي شوائب. زي ما بقول لكم كده، هي ثابته جدا على الارض مش بتتحرك، بتلف تجمع اي شوائب في الارض، بعد كده تحطيها تنضفيها وترجعي تشتغلي بيها تاني. حطيت عليها، رشيت على الكفر معطر ومشيت بيه على السجاد، بيشيل منه اي شعر مهما كان نظيف. يبقى فيه شعر بسيط لمعي بيه ورق الحائط، لمعي بيه الحوائط، باي سائل انتي بتحبيه. لا يا جماعه خطيره وتستاهل. بعد ما بخلص تشيلي الكفر وتدخليه الغساله بمنتهى السهوله جدا.